تعالوا اقول لكم النهارده على اكتر اكله بتدفي في الدنيا، واحنا داخلين على الشتاء في ايام الواحد ما بيبقاش عايز يعمل فيها اكل. هقول لكم على اكله حلوه قوي، المكرونه المحمره. انا بحب اكلها ساده كده مع بطاطس محمره وسلطه وخلاص. للمقادير هنحتاج معلقتين زيت مع معلقه سمنه، ونسيب السمنه تدوب في الزيت، وهننزل عليهم بكوبايه مكرونه مرمريه او المكرونه الصغيره. وهي بتحب المرمريه الصغيره، هي لازم المرمريه لانها اكتر حاجه بتتحمر كويس وبسهوله مع السمنه وكده. هنحمر المكرونه لغايه ما توصل للون الذهبي ده. هكون انا ضاربه 3 طماطميات وسط مع كوبايه ميه ومصفيهم كويس. ممكن نزود على الطماطم بصل، بس انا ما بحبش الاكله دي بالبصل خالص. اول ما تتحمر المكرونه هحط عليها طماطم اللي عصرتها وصفتها، وهزود عليهم كوبايتين ميه، معلقه صلصه طماطم عشان بس تدينا لون وطعم غني. في انواع مكرونه بتختلف نسبه الميه عشان تستوي، ممكن تحتاج 2.5 كوبايات مش 3 كوبايات ميه زي ما انا حطيت. وهحط عليها حبه ملح وفلفل وشويه سكر ومكعب مرقه، وهسيبهم بقى على نار وسط لغايه اما المكرونه تتشرب تماما الصلصه والميه دي، ونغطيها وبس كده. هتطلع لكم بالشكل ده مفلفله وحلوه ومعيارها مظبوط. وقولوا لي بقى رايكم فيها ايه لما تجربوها، وان شاء الله تعجبكم. وبالهنا والشفا، ما تنسوش بقى تعملوا لنا سبسكرايب.